اهلا وسهلا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو نتوما باحسن الاحوال ان شاء الله. كنرحب بكم كاملين، كنقول لكم داركم وشكرا جزيلا على المتابعه. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم كيك يومي بحجم عائلي بمذاق الحامض، كيجي رائع رائع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتبعوا الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش من لايك للفيديو فضلا وليس امرا. ونبدا معكم في المقادير والطريقه مباشره. انا بسم الله على بركه الله غادي نحتاج 4 ديال الحبات ديال البيض. الا كان البيض كبير نديرو 3، الا كان شويه هكا صغير ديرو 4. ضفت قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، وغادي نضيف هنا السكر حبيبات اي سكر سنيده، كاس ديال العنبه، ومعلقه ديال الفاني. بغيتو ديروها بغيتو تكتفيو غير بالقشور ديال الحامض، غير هي باش كتحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. حيت هاد الكيك هذا غادي نديروه بدون ياغورت. غادي نطرب مزيان هاد البيض مع السكر حتى كيتغير اللون ديال هذاك البيض، وكنشوفوا اللون ديالو بدا مائل الابيض، وكيتضاعف الحجم ديالو. غادي نخدمو هنا بالطراب الكهربائي، ممكن ديروا المولينيكس خلاط ديال العصير. غادي نضيف هنا كاس الا ربع ديال زيت المائده. دائما العبار بالكاس ديال العنبه كنضيفوه شويه بشويه وحنا كنطربو. كيف قلت لكم راكم ممكن تخدموا هاد المكونات في الكاس ديال العصير اللي ما متوفرش عنده الطراب الكهربائي. وغادي ندير هنا كاس ديال الحليب اللي يكون درجه حراره المطبخ، كاس ديال الحليب. وغادي نخدموا شويه هاد المكونات حتى كنحسوا بداك الحليب مع المكونات كاملين يتسالفوا مع بعضياتهم، باش غادي نزول الطراب الكهربائي. في هاد الاثناء هادي غادي نضيف الدقيق. غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق، غادي نحاولوا نغربلوه. الكاس ديال العنبه ضروري كنغربلو الدقيق في الكيك. ونخلط هاد الكاس هذا، كنحاولوا كنخلطو غير شويه بشويه باش كنحاولوا نخليو هذاك البيض هكاك مخدوم كيخليناه مهوي. وغادي نضيف هنا الكاس الثاني حتى هو غنغربلوه. في هاد المرحله هذه درنا 2 كيسان ديال الدقيق في الاول. ممكن تبقاو تضيفوا الدقيق وانتم خدامين بالطراب الكهربائي، راه ما تيوقع له حتى شي حاجه، ما تينزلش الخليط، غير ما كنكثروش تخلط بزاف. غادي نضيف هنا الكاس الثالث. كيف كتشوفوا هاد الكاس الثالث كنبقاو نغربلوه شويه بشويه وحنا كنخلطوا على حساب النوعيه. كيف كنقولوا دائما ديال الدقيق، كاين اللي كيتشرب بسرعه وكاين اللي لا. صافي غنبقى هكا غدا وانا كنخلط هذا تنغربل داك الكاس الثالث. انا غندخل هذا الكاس الثالث كامل في الخليط، حيت كيبقى الكيك الخليط ديال الكيك شويه خفيف. كيف شفتوا درت الكاس الثالث، كنبقى هكا كنخلط وحنا كنضيفوا الدقيق. هنا درت 3 ديال الكيسان ديال العنبه. كيف كتشوفوا الخليط كيبان باقي شويه خفيف. غادي نضيف هنا الخميره ديال الحلويات البيكنج باودر 2 اكياس. المجموع عندي هنا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غنحاول نغربلها حتى هي. وخديت هنا حامضه اللي عصرتها، حكيت لها القشره ديالها وعصرتها. كيف كتشوفوا انا هنا درت القشور ديال الحامضه حكيتهم. ممكن نديروا حتى القشور ديال 2 حامضات وعصير حامضه وحده. عصرت حامضه عطاتني تقريبا داك 4 كاس فوق واحد شويه. هذاك 4 كاس وزائد واحد معلقه اولا 2 على حساب الحامضه وشحال عطات. ضفتها على ديك الخميره ديال الحلويات، تفاعلت لينا الخليط كامل كيتفاعل لينا. هنايا خديت كاس الا ربع ديال الدقيق، ما كاملش كاس. هنا غادي نضيف واحد شويه وغادي نشوفوا الخليط شحال غادي يحتاج ديال الدقيق. كيف قلت لكم دائما
على حساب النوعية ديال الدقيق، الحجم ديال البيض كيلعبوا دور كبير. هنا واخا تكونوا درتوا الخماره وداك الحامض وتبقاو تضيفوا الدقيق راه ما تيصرى لا حتى شي حاجه. الخليط ديال الكيك راه مهوي وخفيف كيف كتشوفوا، كيبان باقي خفيف شويه. شفتوا القوام ديال الكيك، كنحاولوا كنكتبوا رقم 8 او اي حرف او اي رقم كيبقى لنا ثابت فوق الخليط، واحد شويه عاد تيختفي. هذاك الكاس الى ربع بقات لنا تقريبا منه واحد معلقه عامره مزيان ديال الدقيق. صافي هنا غادي ناخذوا المول ديال الكيك، المول العادي الكلاسيكي اللي كان نديروا فيه الكيك اليومي. هنا خديته دهنته بالزبده كامل، وخديت هنا هذوك القشور ديال الحامض كيف شفتوا. ناخذ واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. هاد الكيك هذا ما غاديش نرشوا المول بالدقيق، غادي نرشوه بالسكر سنيده وبدوك القشور ديال الحامض. كنخلطوهم كيف شفتوا بهذه الطريقه، وكنرشوا بهم القالب ديال الكيك. كندهنوه مزيان بالزبده، مزيان كنلبسوه بالزبده باش ملي كنرشوه بداك السكر سنيده مع داك القشور ديال الحامض كيتبدل لينا الخليط على ديك الزبده. بهاد الطريقه هذه صدقوني الكيك كيجي منسم، كيجي واحد القرمشه مع برا، والكيك كيجي رطب من الداخل. ريحه الحامض كتبقى تعطي في الدار. واحد الكيك كيجي غزال. ممكن تضيفوا واحد المعلقه ديال السميده اولا د الفينول داك سنيده مع الحامض. الا خفتوه يتلصق، واخا هو راه ما كيتلصقش الكيك في المول. هذا الخليط هذا اللي درنا اللي رشينا به هذا المول هذا كيعطينا واحد المذاق، قلت لكم واحد القرمشه ديال الكيك مع برا. كتجي رائعه واخا ما نديرولوش داك الدقيق، راه ما كتلصقش كيف كتشوفوا. دخلناها الفران اللي مسخن من قبل على 180 درجه. درتو في الرف الوسطاني وشعلت عليه غير من التحت حتى طلع الكيك، وبدا كيتحمر من الجوانب ديالو. عاد شعلت عليه من الوجه تحمر لنا واحد شويه. كيجي هذا الكيك رائع، كيك يومي اقتصادي بمذاق الحامض، منسم بالحامض. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتستمتعوا به بداك الريحه ديال الحامض كيف قلت لكم. واحد القرمشه داك السكر سنيده كيعطيها لنا، ما نعاودش لكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم اخواتي وتجربوه. وإلا عجبكم الكيك ديال هذا النهار او الفيديو ما تنسونيش من اللايك. الله يجازيكم بكل خير، وشكرا لكم من القلب. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.